بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم بقى شوية ممبار كده هوت من الاخر. هنعمل مع بعض الممبار الضاني بطريقة سهلة جدا وبسيطة، من اول بقى كده هوت طريقة التنظيف لحد طريقة الحشو. وكمان هنعمل مع بعض احلى تتبيلة بجد للممبار. اي بقى ممبار انت حابة تعمليه بجد لو عملتيه بالطريقة دي بجد الكل كده هياكل صوابع وراه. اهم حاجة بقى كده الفيديو ده لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. تابع معايا كده اهوت الوصفه دي بجد هتعجبك جدا ومش هتغيريها اي ما تعملي ممبار هتعملي بالطريقه دي. يلا بقى كده اهوت قبل ما نبدا الفيديو نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا النهارده هعمل معاكم الممبار الضاني، وطبعا الخلطه اللي هنعملها تقدري تعملي بيها اي ممبار. طبعا في ناس بتستصعب جدا الممبار الضاني ده بالذات ان هو رفيع. هوريكي طريقه تقلبي بيها الممبار كده بطريقه سهله كده. يعني بصي لو معاكي 10 كيلو كده هتقلبيهم كدهوت في 5 دقايق. لو انت بقى من الناس اللي بتقرفي بقى كدهوت ممكن تجري الحته كده اللي هننضف فيها الممبار. انا كدهوت هجيب اي حاجه رفيعه، بوز، معلقه او شوكه او اي حاجه كدهوت، وايه وبدخل الحرف كده فيها وبقلبها على جوه. دي كده بص بتقلب بقى معايا ايه كميه كبيره من الممبار. هوريكم كمان واحده كدهوت. انا بس بجيب الحرف لان الحرف ايه كده طويل جدا، او هقطعه كده بالمقص. بصوا بحط حرف كده المعلقة او اي حرف حاجة كده رفيعة عندك، وافضلي بقى كده ايه دخلي كده الممبار كده في بعضه. هتبصي تلاقيه ايه اتقلب معاكي على الظهر اللي جوه اهو زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اسحب بقى من هنا كده اهوت، وبعد كده هيتقلب معايا الممبار كده بكل سهولة. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وبصي هيتقلب معاكي اسهل من الممبار حتى الكبير. خلاص كده مسكته بقى ايه غسلته كده كويس، وبعد كده هوت هنبدأ نحكه بقى كده هوت نطلع بقى منه ايه الحاجات اللي هي ايه اللي مش مستحبة خالص فيه ديت. بمسك كده هوت ايه جزء كده من الممبار وبمشي كده هوت، يعني ايه بضغط زي ما انتم شايفين كده. الحركة اللي انا ماسكة بيها كده الممبار كده دي بتخلي كل حاجة فيه بتطلع. هوريكم كمان واحدة. بصوا انا ماسكاه ازاي، يعني ممكن بسكينة او باي حاجة كده هوت عندك. بمسكه بضغط عليه كده بصبعي وبشد، بس برضو بالراحة عشان ما تقطعهوش. هتبصي تلاقي كل اللي هي المادة اللي فيه دي كده كلها هتطلع، بس بعيد عليه بقى من الجنبين. يعني انا مثلا شديت الممبار كده في ايدي برجع اقلبه على الجنب التاني عشان ينضف من كل ناحية. ولسه طبعا هنغسله يعني هنعمل فيه حاجات كتير هتطلع ايه كل الحاجات اللي مش كويسة فيه. خلاص انا هكمل بقى الباقي كله بالشكل دوت. بصوا لو برضه ممكن مش حاسه ان في حاجه فلتت من ايدك، ممكن هو على الصينيه كده تعيدي عليه. بس الحركه بتاعت الايد دي كده وانت بتسحبي دي بتنزل كل الكميه اللي فيه كلها. يعني بصي في الاخر هتلاقي الممبار ده الكميه اللي معاكي صفصفت على ربعها. هكمل بقى كده الباقي مع نفسي، وزي ما انتم شايفين بقى بصوا كده قد ايه حاجات طلعت. يعني الممبار اللي فضل معانا مش يعني ما يجيش ربع اللي كان معانا الاول قبل ما يتنضف. هرش بقى عليه ملح كده، ولو خشن كمان شوية يبقى احسن. ندعكيه كده بقى بالملح برضو. بصوا بيخلص منه كمية بقى حاجات كتير. رجعت بقى غسلته تاني وبعد ما غسلته والمية بتاعته راقت شوية كده احط له بقى شوية خل وملح. وهبدأ بقى كده هوت ايه اسيبه يتنقع شوية. انا بوريكم لما بصوا نفخته كده هوت تحت الحنفية شوية شفاف بقى كده هوت وبقى نضيف جدا. هنبدأ بقى كده هوت نعمل الخلطة كده الجبارة اللي انا قلت لكم عليها في الاول. خرط كده هوت البصل. يعني بصي ايه البصل يعني ممكن تحطي بصلتين كده هوت ايه متوسطين او واحدة كبيرة. وهجيب بقى حلة كده واسعة احط فيها كده شوية من الزيت، وهنزل بقى كده ايه بكمية البصل اللي معايا. عايزه اقول لكم لما بعمل الخلطه بتاعت الكرنب والورق العنب ما بحبش ان انا احمر البصل خالص، بحطها نيه. فانما في الممبار بالذات بصراحه يعني ليا سنين بعمله كده هوت بجد بيبقى جميل جدا. ان انا بضرب طماطم في الخلاط ومعاها قرن فلفل كده ايه حامي كده عشان احنا بنحب الاكل حامي شويه. بصوا البصله بقى لونها ايه دبل كده شويه وبدات إيه اللي هي تاخد اللون الذهبي كده اهو. هنزل عليها بالطماطم، يعني لا تخليها محروقه ولا تخليها ان هي تبقى بيضة قوي. كان عندي برضو شوية صلصة كده هوت في التلاجة بتوع مكرونة رحت حطاهم برضو عليه. هسيبها بقى كده تتسبك كده هوت. وهنضف الخضار بتاعي. معايا بقدونس وكزبرة وشبت، يعني خضرة محشي عادية. هنضفها كده هوت وهنغسلها كده هوت وهنشوف هنعمل ايه بعد كده.
عايزه اقولك بجد جربي الممبار بالطريقه دي هيعجبك جدا، طعمه حلو قوي بجد يعني. ما بحبش اغيرها. مع ان انا زي ما بقول لكم ما بعمل المحشي العادي. مش بحب ان انا احمر بصله خالص. بالنسبه بقى للخضره، ممكن تغسليها وتصفيها كويس قبل ما تخرطيها، وممكن تخرطيها وتنقعيها كده وتغسليها كويس كده وتصفيها، وتحطي لها نقطه كده بس ايه من الخل يعني. هنا بقى الطماطم خلاص لما اتسبكت، كنت انا غسلت الرز وحطيت بقى كده حطيت كيلو رز وعليها الطماطم والخضرة، وهظبط بقى الملح بتاعي والفلفل الاسمر، واهم حاجة في الممبار الكمون. حطي شوية كمون حلوين كده وحطيت شوية كزبرة وواحدة كده من مرقة الدجاج دي لو انت حابة، بس هي يعني ايه بتدي كده تيست شوية عالي. هقلب بقى كده كله ده كده مع بعضه، وهظبط الملح بتاعي، وهستكفى بقى كده بالمادة الدهنية اللي انا حمرت بيها البصلة. يعني مش عايزين نتقل كده ونحط بقى مادة دهنية كتير. خلاص كده قلبنا كده الخضار بتاعنا، ورجعت بقى خدت الممبار. بص لونه ابيض زي الشمعة ازاي، نضيف جدا. بجيب بقى معايا كده اسمه القمع ده. بيبقى موجود طبعا في كل البيوت. وحاولي بقى ايه يعني، بيبقى القمع ده في منه كبير وصغير، فلو دي مثلا مش عايزة تخش معصلجة معاكي شوفي الاصغر. بتحطي بقى كده بوز او الحرف بتاع الممبار جوه بس هي ايه، عايزه اقول لكم القمع ده كان كبير شويه بس انا قاوحت يعني معاه. بحط كده الحرف كده فيها، وبحط شويه الرز جوه القمع، وافضل بقى كده انزل لحد ما تسحب معايا. ممكن ايه اعمل حته كبيره جدا، وبعد كده امشي الرز فيها. اهم حاجه بقى ما تملهوش قوي عشان ما يفرقعش منك وانتي بتسويه، لان زي ما انتوا شايفينه كده خفيف جدا وشفاف يعني مش مستحمل. فما تخلوش مليان على اخره. لو هتغمري وتمليه هتبصي تلاقيه بعد ما استوى فتح منك في الشوربه. خلاص بصوا كده بقى انا بنزل كده بالقمع، واي ظهر معلقه او اي حاجه رفيع. وبعد كده بسحب الرز لحد يعني بدل ما اقعد املي في حته حته، لا ممكن اعمل يعني حته ممبار كبيره وبعد كده بقطعها مع نفسي. اهو زي ما انتم شايفين كده الطريقه. عايزه اقول لكم على قد ما هو رفيع في ناس بتستصعبه، وانا بحسه والله اسهل من الكبير. بالقمع كده بسرعه كده بينزل بسرعه. ادام عامله الخلطه مظبوطه مش هتعصلك معاكي وانتي بتحشيه. اهو بصوا سهل ازاي، مجرد بس كده ما بتبوظي المعلقه كده وبتنزلي بيها كده بتبقى بتمشي على طول معاكي بكل سهوله. لو بحس بقى خلاص يعني مش الرز مش عايز يمشي اكتر من كده، خلاص بقى بسيبه، وبقى امشي بقى الرز كده فيه لحد ما ما يستكفى معايا. مثلا لو مليت الحتة المباراة كلها، خلاص بفرده فيها، وبعد كده بقطعه بقى كده بالسكينة ولا بالمقص. في الوقت بقى انا حاطه حله على النار عشان تغلي، عشان قبل ما اخلص حشو يكون الميه غلت. بص بقى كده برضو في الصينيه ببططه، عشان زي ما قلت لكم مش ما ينفعش ان هو يتملى على اخره ويبقى منفوخ قوي. كل ما تقللي فيه الرز كل ما هيبقى معاكي احسن. خلاص بصوا فردته كله بقى، وممكن اقطعه بقى صوابع زي ما انا حابه. في ناس ما كانوش بيقطعوه زمان، بس كان بيبقى لافف كده حوالين نفسه كده احسن ان انتي تقطعيه بقى كده صوابع. ومكان ما بقطع بفضي الحرف عشان خاطر ما يبقاش يعني هتيجي تحطيه في الشوربه كده هتلاقيه كله طلع. فخلي الحرف برضو يبقى كده فاضي، عشان اول ما تحطيه في الشوربه يروح قافل على نفسه. هكمل بقى كده الباقي كله مع نفسي. وزي ما انتم شايفين بصوا حبة الممبار اللي كانوا صغننين، وانا بوريكم هنا ان الرز كله يعني ما شاء الله كفة والممبار كله خلص. بصوا بقى كانوا شوية ممبار صغيرين، تقولي دولت هعمل بيهم ايه، هيكفوا ايه دولت؟ بس يعني عملوا كمية في الاخر. وبرضو عملنا حركة ذكية، ما كترناش مواعين كتير. الحلة اللي كنت عاملة فيها التسبيكة عملت فيها برضو سلقت فيها، يعني حطيت فيها برضو المية وسلقت فيها. ظبطي برضو الملح بتاع الشوربة عشان خاطر بيدي طعم في الاخر، وحطي شوية فلفل اسمر. حطي بقى بصلاية طماطمية ورق لوري زي ما انت حابة، يعني زي ما انت بتحبي تعملي الشوربة بتاعتك. اول بقى لما تحسي ان هو استوى بحط فص توم واحد كده يعني بحس بيدي نكهة كده حلوة. اول لما يستوى كده طلعيه على طول، ما تسيبوش في الشوربة عشان ما يفتحش مني. انا شفته لقيته لسه سنة فسيبته، رجعت له تاني. خلاص بقى كده مادام هو استوى هبدأ على طول
اطلعه كده هوت في مصفى على صينيه زي اي حاجه بقى. بصوا بقى ما شاء الله طلع الكميه حلوه جدا، مع ان شويه الممبار كانوا حبه صغيرين خالص بعد ما نضفناهم. باخد بقى بحمر كده على قد الاكل، يعني مش بحب احمر بقى كله كده مره واحده، لا بحمر على قد الاكل. وعلى فكره لو وقع شويه شوربه شويه رز في الشوربه ولا حاجه، بحب كده هوت نحط طبق كده رز كده هوت او شوربه جنب جنب الاكل كده، بيبقى جميل. وفي ناس بيحبوا يعملوا فته، يعني بياخدوا كده هوت الشوربه لو وقع فيها رز بيكسروا فيها كده هوت عيش كده هوت. وفي ناس بيحبوا ياكلوها كده، انا بصراحه بحب اكلها كده هوت. بس لو صدفت وحد عملها فتة ممكن اكلها برضو. بصوا بقى بحمره، ما بياخدش وقت خالص في التحمير بتاعه. بحط شوية كده زيت كده اهوت في طاسة، وببدأ كده احط اول ما ياخد لون بقلبه على الجنب التاني. وبصوا شكله بجد جميل وطعمه حلو جدا، وبالذات الرفيع ده اكيد ناس كتير بتحبه، بس بتخاف من ان هو يعني بتقولك تعب ودربكه وكده اهو. لا بس والله ما تقلقيش خالص، جربيه بالطريقه دي وهتلاقيه سهل معاكي ومش هياخد معاكي اي وقت. هحمر بقى الكميه اللي انا محتاجاها، وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. انا حمرت بس دولت كده على قد كده اللي هياكل. و... ورشيت كده عليهم شويه كده خضره كده يدوا كده يعني لون جميل. بص الرز من جوه عامل ازاي ولونه عامل ازاي، لا معجن بقى ولا حاجه، ما شاء الله بجد جميل جدا. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. وسبت بقى كده انا عايزه اقول لكم اللي هو مش متحمر اتاكل منه والله كده قبل ما يتحمر. وطبق شوربه بقى كده جميل جدا. ممكن تحطي عليه ليمون وتاكليه بجد حلو قوي. بسيب بقى كده اللي هو مش متحمر، لما حد بيعوز ياكل بحمره له كده يبقى سخنه كده وجميل. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون رضاكم. بفكركم بقى ما تنسوش تحطوا لايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا مش عايزه انسى اشكر كل حبايبي اللي اشتركوا في القناه، بجد نورتوني وفرحتوني. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.